أولهم السيسي. نجح أردوغان بأن جمع رئيس السلطة ورئيس حركة حماس معا ليؤلف القلوب ويملأ من المحبة الكوب ويرجع الأمر إلى نصابه، ذلك أن الناس بفطرتهم تحب الوحدة ولا تميل إلى الفرقة، فالوحدة بين الناس عامل قوة، ومن ذا الذي لا يريد وحدة بين المسلمين؟ يا أيها الناس، إن الذي يزني بالنساء في بيوتهن يلبس ثوب صاحب الرقية فيعلن عن نفسه أنه راق يرقي المرضى، فإذا خلا بمحارم الله انتهكها، وإذا ما سألت عنه قالوا هذا يعني يأخذ بالرقية الشرعية ويشافي الناس. يا جماعة خافوا الله، هذا الزلمة بيشتغل في الخير، كيف تظنون به السوء؟ نحن عرفنا فيه السوء ولم نعرف فيه الرقية. هو يعني مش شغل رقية، يعني كثير من الدجالين الذين يشتغلون بالرقى دجالين احنا عارفينهم يعني، بس هو بيسوي حاله انه شيخ ويعالج المرضى. الذين يسعون في صلحنا اولهم السيسي، والسيسي لا يصلى خلفه ولا يؤتمن في فراشه. السيسي الذي يرعى المصالحات، ومن بعده تبون، ومن بعده أردوغان هذا أمره مختلط على العوام. هو يستقبل اليهود بالعز على الخيول ويحمل أعلامهم ويسرج لهم السرج ويفتح لهم بلاده ويقيم معهم العلاقات ويحمل الورود إلى شمعدان الكارثة والبطولة التي يقول بها اليهود، وينشئ علاقات طبيعية 100% مع اليهود، ثم يعلن أنه يحمي الأقصى. شخصية الألعبان، حام للأقصى وصديق لليهود، ولا ضدين مجتمعان، هكذا علمنا الأستاذ ونحن صغار، قال لنا يا أطفالي يا أبنائي لا ضدين مجتمعان، لا يكون الليل والنهار معا، لا يكون الإنسان فدائي وجاسوس معا، يا فدائي يا جاسوس. لا يكون الإنسان صديقا لليهود وعدوا لليهود في نفس الوقت، لا بد له من ثوب واحد منهما. اختلط أمر هذا الرجل على العوام كما اختلط على أهل سوريا الذين انتخبوه وسعوا في دعايات له، ولما استقام له الأمر صار يهجرهم قسريا. يعني الإنسان يخرج، اللاجئ السوري يخرج من بيته للعمل، فإذا قبض عليه في العمل هجر إلى سوريا وترك أبناؤه ليلحقوا به. إذا ذهب ليصلي الجمعة يقبض عليه ويهجر قسرا. وكان من قبل يقول المهاجرين والأنصار، يعني يعطيك من الشعارات ما تحب. ونحن مللنا من الكذب، وقد ابتلعنا من الكذب ما يكفي لتعرفه أمعاؤنا. نأكل من الكذب منذ 100 عام، ألا يكفي أن نتعرف على طعم الكذب لشدة ما أكلناه وما ابتلعناه؟ حكامنا الذين يحكموننا يريدون أن يصلحوا أهل فلسطين حتى تنتصر فلسطين. أتدرون لماذا يريدون هذا الصلح؟ لقد اشترط عباس على حماس شرطا أوليا لا تنازل عنه، وهو أن تعترف حماس بالشرعية الدولية. طبعا معظم العوام شو يعني الشرعية الدولية؟ ما تعترف. الاعتراف بالشرعية الدولية يعني اعتراف أن فلسطين لليهود، لأن الشرعية الدولية هي التي اعترفت بهذه الدولة، بهذا الكيان المسخ الذي أعطاه الشرعية، هي الأمم المتحدة. الشرعية الدولية يعني بدكم تصاحبونا ونتحد، في الأول بتعترفوا زينا بالشرعية الدولية. يعني كقول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا بتصيروا تعترفوا زيه بالشرعية الدولية بتتوحدوا. أي بلاها الوحدة، بلاها بتلزمش. يعني إذا كانت الوحدة تعني بيع فلسطين، ففلسطين بريئة منكم. فلسطين تتبرأ إلى الله من كل وحدة تقوم بين الفرقاء على أساس الاعتراف بالشرعية الدولية، أو على أساس الاعتراف بحق لليهود في متر واحد من فلسطين. هؤلاء عابرون جاءوا إلى هذه البلاد والأمة ساهية لاهية غافلة معرضة، وهذه أمة عددها ملياران لن تعجز عن تأديب أمريكا وبريطانيا وفرنسا، هذه الدول العقيمة
التي لا قوة فيها حقيقة إلا قوة السلاح. وقوة السلاح في الدول حسب تجارب التاريخ لا تكفي للبقاء، فقد كانت الدولة العثمانية أقوى الدول في العالم في السلاح، لكنها لما تركت تطبيق الإسلام وفهم الإسلام انهارت. الدول تقوى وتستمر بدينها وملتها وعقيدتها، وهذه دول فاسدة تناصر الشذوذ والبهيمية وتطلق العنان للشهوات حتى ما عاد للإنسان طعم ولا قيمة. فيا أيها الإخوة الكرام، لا تضللوا بما يسمى بالوحدة، فهذه الوحدة في بلادنا يصوغها خبثاء حتى يقضى على كل نفس طاهر في فلسطين. وإني أحذر وأقول: كل من يقبل بوحدة على غير أساس الحق والدين فهو مجرم. الوحدة بين المسلمين على حبل الله. الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه وحدة المسلمين، بحبل الله جميعا. الله نهى عن التفرق عن حبل الله، ولم ينهى عن التفرق عن أوسلو. اللهم إني بريء من أوسلو ومن أذناب أوسلو ومن أتباع أوسلو ومن خونة أوسلو. اللهم إني بريء منهم في الدنيا والآخرة. لن أتوحد معهم ولن ألتقي بهم إلا كارها مبغضا منكرا. هذا هو الدين. أما أن أكون جزءا من أوسلو، جزءا من الخيانة، جزءا من بيع القدس وفلسطين، فهذه خيانة. والله لو قاتلت عدوك 1000 عام ثم أعطيته بلدك لكنت في ميزان الله خائن خائن خائن. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة وأهل الخيانة والدعاة إلى الخيانة والسائرين إلى الخيانة والمحبين للخيانة والمستظلين بالخيانة والآكلين بالخيانة والبائعين بالخيانة والمشترين بالخيانة. ونعوذ بك يا مولانا من أهل الخيانة. اللهم اجعلنا من أهل الأمانات ومن أهل الدين ومن أهل الحق يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.